المغاربه في المركز الاول. نعم اتوقع صحيح كارقام. نعم. طيب. كارقام. منظومه الكره المغربيه تبغي تعرف نجاحها، تعرف باسمائها، اسماء اللاعبين اليوم اللي يتواجدون في البطولات الاوروبيه والبطولات العربيه والبطولات الافريقيه. هذا كل مكسب، القارات. هذا مكسب كبير جدا. اسيا، افريقيا، عبد الله، اوروبا. هذا شو يدل؟ اليوم انت تشوف لاعب مغربي يرفع علم المغرب، هو لاعب مغربي ويتواجد في دول في الشرق وفي الغرب وفي اوروبا، هذا نتاج عمل مهم في منظومه الكره في المغرب. وليش الدول هاي ما تتعلم من المغرب؟ اليوم المغرب رابع العالم في اخر بطوله، المغرب قاعد يستضيف بطولات عالميه، المغرب حتى في كره الصالات، صحيح. الكره النسائيه، يعني بدأوا يطوروه بشكل كبير. هل المغرب اتجهت لحلول ثانيه؟ هل المغرب التعداد السكاني فيها كبير اكثر من مصر؟ هذا السؤال. المغرب اشتغلت على منظومه واضحه في موضوع تأهية اللاعبين من الاكاديميات، وخرج هذه الاسماء اللي تشوفونها اليوم قدامكم، اللي موجود فيها في الدوري الاماراتي، واللي موجود فيها في الدوري الاسباني، واللي موجود فيها الدوري الاوروبي. تهانينا صراحه عبد الله. طيب. نعم. عمل كبير جدا، والله يعين وليد الرقراقي في اختيار الاسماء. الكره المغربيه ولاده، وهذا مش من اليوم، من قديم الازل. واللاعب المغربي يتكيف في اي بيئه كانت، سواء كانت في الخليج ولا في اوروبا. نعم. ولا في المغرب. طيب. والشيء الاهم والمهم مثل ما قال اخوي محمد، راس هرم منظومه الرياضه في المغرب تثق في ابنها وتدعمه بكل الدعم، كل الصلاحيات، تثق في ابنائها بان هي عندها مواهب، تدعمهم، تطورهم، تعدهم افضل اعداد.